العالم ابن خلكان أو خلكان أو خلكان كما هي في بعض الكتب، قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان، مؤرخ وقاض وأديب، يعد من أعلام مدينة دمشق، وهو صاحب كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، وهو أشهر كتب التراجم العربية ومن أحسنها ضبطا وإحكاما. ولد في أربيل الدولة العباسية سنة 608 للهجرة 1211 للميلاد، لأسرة تنحدر من البرامكة. وصرح ابن خلكان لابنه موسى أن قبيلته التي ينتسب إليها هي من الكرد، واسمها زرزاري ولد الذئب. عاش واستقر في دمشق وأقام فيها حتى وفاته، نبغ في الأحكام والفقه وأصول الدين وعلومه، وعرف كثيرين من أعلام دمشق وشيوخها، فولاه الملك الظاهر قضاء الشام، وعزل بعد 10 سنين. تولى التدريس في مدارس دمشق وكان من الأعلام، وتوفي ودفن في سفح جبل قاسيون في دمشق سنة 681 للهجرة 1282 للميلاد.